السلام عليكم الدراري، جيناكم بالفيديو الثاني ديال كيفاش تسوي فقاصه اوتوماتيك غير في الدار. بعد ما شرحنا لكم في الجزء الاول كيفاش كتركب البلاطو وكيفاش كتركب الموتور ديال التقلاب. ها هو هنايا راه كيكون فيه هذا البريز هذا، وكيفاش كتبرونشيه مع البلاطو هنايا، كيفاش كتشد هاد العبارات، وشرحنا لكم كذلك كيفاش كتركب الفونتيلاتور وكيفاش كتركب البولات. راه كيكونوا جوج بولات، دابا راه مركب غير وحده. وكيفاش كتقاد هاد البواطه ديال الماء راه هي هادي اللي كيكون عندك الماء اوتوماتيك، هي منين تقبنا ليها وخرجناها. دابا الاخوان راه ركبنا الاكس ام، غادي نشرح لكم في هاد البارتي دو كيفاش تبرونشوا هاد الخيوط اللي عندكم هنايا مع الاكس ام. خليكم معنا الدراري. اول حاجه جينا لهاد البلاصه منين خرج هاد التيو ديال الماء هنايا، درنا واحد الثقب ديال التهويه هنايا، وجبنا واحد عباره عن غلاقه ولا شي حاجه ديال البلاستيك تقبنا ليها هنايا، وشديناها في هاد البلاصه هادي بهاد الفيس هذا باش نقدروا اننا نتحكموا فيها بحال هكا، نتحكموا في الرطوبه. هذه اول خطوه زدناها الاخوان هاد البارتي هادي. دابا الاخوان غادي نشرح لكم كيفاش تبرونشوا هاد الخيوطه مع الاكس ام. اول حاجه الدراري راه عندنا ارقام هنايا. بالنسبه لهذا الرقم 13 والرقم 14 راه كندخلوا ليه الخيط اللي كيجيب الضوء الفقاصه ديال 220. او راه راكب عندنا واحد الخيط اللي خارج برا، ها هو هذا هو باش اللي كنبرونشوه في البريز ديال 220. راه هو هذا. نرجعوا ثاني للدراري، وكذلك في نفس البلاصه ها هو راه مفروق في نفس البلاصه في 13 14 مركبين الخيط اللي غادي للفرفاره. راه هو هذا الاخوان، ها هو فين زديناه مع الفرفاره هنايا. دابا قلنا 13 14 كنركبوا فيها الخيط اللي غادي ل 220، وكنركبوا فيها الخيوطه اللي غادي للفرفاره. ها هما الفرفاره، وكنزدوهم مع الخيط ديال الفرفاره الا ما كانش عندنا واصل هنايا. هو الخيط اللي غادي للفرفاره. شنو عندنا الدراري باقي؟ عندنا هذا البريز ديال التقلاب جبناه من 15 و 17. 15 و 17 خرجنا هذا الخيط هذا هو الدراري، اللي هو هذا الراس هذا اللي كنخشوا فيه البريز. غادي عندنا 13 14 13 15 17 15 17 الخيط اللي غادي للبريز ملي كنقلبوا به الموتور. هاد البريز كنديروه في هذا هنايا. وعندنا هذا الدراري، هذا راه الخيط ديال البولات اللي كنا جمعناه، راه غادي ل 23 24. الخيط ديال البولات غادي ل 23 24. بالنسبه للدراري اللي ما فهمش هادشي راه خصو يرجع دارو الجزء الاول كيفاش ركبنا هاد الخيوطه في الاول. دابا غير الطريقه ديال كيفاش كتبرونشوهم مع الاكس ام. دابا عندنا هاد الحساسه ديال الحراره، هما فين تقبلنا ليهم الدراري في الجنب هنايا. غادي نوريكم كيفاش جاو في الداخل. هما الاخوان الحساس ديال الحراره. بالنسبه لهذا ديال الرطوبه، هذا ديال الرطوبه هذا راه فيه 3 ديال الخيوطه ديال الرطوبه، فيه واحد احمر وواحد صفر وواحد اخضر. هذا ديال الحراره، الحساس ديال الحراره فيه جوج خيوطه. اجي تشوفوا فين ركبناهم هنا في الاكس ام. بالنسبه ديال الرطوبه اللي قلنا فيه 3 ديال الخيوطه، ركبنا الحمر الحمر في واحد، والصفر في جوج، والخضر في 3. يا اما كيكون خضر ويا اما كيكون كحل. بالنسبه لهذه الرطوبه راه كيجي فيه بعض المرات صفر صفر، كيجي فيه احمر صفر كحل. بعض المرات كيجي فيه صفر كيجي فيه احمر صفر كحل خضر. يعني هذا الخيط هذا الاخراني يا اما كيكون خضر يا اما كيكون كحل، على حسب. المهم الصفر عندنا في واحد، الكحل الاحمر عندنا في واحد، الصفر عندنا في جوج، الخضر ولا كحل على حسب اللي جا فيه كنديروه في 3. عندنا هاد الخيوطه هذا ديال الحراره فيه جوج خيوط. راه كنبرونشوه في 5 و 6. الا ما خدمش لنا الدراري 5 و 6 حيت بعض المرات كيكون الاكس ام فيه واحد كيكونوا مشونجين فيه هاد لي فيس هادو. الا ما خدمش لنا في 4 و 6 راه كنديروه في 4 وفي 5. هادشي اللي كاين الدراري، ومرحبا.